السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا موضوع شيق جدا وجميل للغاية. النهاردة بنتكلم عن أقدم وأعظم حضارة على مستوى العالم. النهاردة بنتكلم عن كيميت. كيميت هي الأرض السمراء أو الأرض السوداء، وده طبعا بيخليها تختلف عن الأرض الصفراء أو الأرض الحمراء. الأرض الصفراء اللي هي الأرض الرملية، أو الأرض الحمراء اللي هي أرض الجبال. مين يا عم اللي سماها؟ جدودنا الفراعنه. النهارده بنتكلم عن مصر، انها مصر يا ساده. وطبعا مصر باللغه العربيه، ومصر طبعا زي ما احنا بنتكلم بالعاميه بنسميها مصر. ايا كان تسميها مصر وتسميها مصر، المهم ان ربنا سبحانه وتعالى كرمها بذكرها 5 مرات في القران، وده يكفيها انها ان شاء الله تفضل محفوظه في حمى الرحمن. ندخل في موضوعنا اللي هو احب اقول لحضرتك لازم تكون معتز بمصريتك. انت مصري، انت عظيم. طب ليه بقى تبقى مبسوط وتبقى عظيم؟ عشان اللي احنا هنقوله النهارده. مصر حضرتك فيها اقدم مدينة على مستوى العالم، اللي هي مدينة طيبة، اللي موجودة بمحافظة الاقصر. وفيها كمان ثلث اثار العالم، برضه في محافظة الاقصر. يعني محافظة واحدة بس فيها ثلث اثار العالم، ما بالك بمصر كلها. مصر كلها تشمل على يعني حضارات من حقب مختلفة كتيرة، إذا كان فرعوني، إذا كان قبطي، روماني، وإسلامي كمان. وعندنا ما قبل التاريخ. حضرتك مصر فيها أكبر عجائب العالم، اللي هو هرم خوفو اللي موجود في الجيزة. مصر فيها أهم وأعظم موقع أثري على مستوى العالم، أهرامات الجيزة. حضرتك تقدر تروح تتفرج هناك على الأهرامات وعلى أبو الهول، وقد إيه الحضارة، وقد إيه إن إحنا غيرنا فكر التاريخ عن المصريين، إن هم بنوا الهرم ده بالصخرة، عشان إحنا لقينا جنب الهرم مباني العمال. ومش كده بس، لقينا حضرتك رئيس العمال مسجل كل حاجة مكتوبة بالتفصيل. الهرم خد كام سنة، والعمال كانوا بياخدوا اجور ايه، حتى الوجبات اللي كانوا بياكلوها كده. خلاص، لا تقول لي الهرم كائنات فضائية ولا تقول لي اليهود بنوه. الهرم اتبنى بايدين مصرية، وكان في الوقت ده يعتبر مشروع قومي، والناس كلها في الوقت ده كانوا بيحاولوا انهم يبنوه. وجهة نظرهم ان الهرم الاكبر ده هرم خوفو، بالنسبة لهم ان الملك خوفو ده نص اله. فكانوا بيبنوا المشروع ده بكل عزم وكل حب، انهم عاوزين يعملوا في الوقت ده طفرة. وفعلا التاريخ سجل ان في الفترة دي كان فيها نهضة، وقد ايه البلد كان فيها نشاط وتجارة. حضرتك الاهرامات تعتبر فريدة من نوعها. ليه فريدة من نوعها؟ عشان لحد النهاردة محدش عارف هي اتبنت ازاي، وده يخليك كمصري تعتز بنفسك، وحضرتك تكون قلبك على بلدك، ويا رب تفضل على كده محروس. نرجع لموضوعنا ونحب نقول لحضرتك مصر فيها أكبر متحف أثري على مستوى العالم، اللي هو المتحف المصري الكبير. طبعا بعد ما افتتحناه حضرتك تقدر تروح تتفرج على التحف والحضارة والرقي الفرعوني، وتفرح فعلا ان بلدك فيها متحف. لو حضرتك ما رحتش هناك تبقى خسرت كتير. انصحك تروح تتفرج على المتحف الكبير. مصر فيها اول ناطحة سحاب في قارة افريقيا، اللي هو برج القاهرة. وطبعا برج القاهرة ده حضرتك تقدر تروح تقطع تذكرة، بس ما تبقاش لوحدك، لازم يكون معاك حد. ده من شروط اللي حضرتك لازم تنساق ليها. عندنا ايه في مصر تاني؟ حضرتك عندك تاني اقدم جامعة على مستوى العالم، اللي هي جامعة الازهر. وطبعا حضرتك عارف قد ايه جامعة الازهر طلعت لينا وصدرت لينا مشايخ وعلماء كسر. فحضرتك تقدر تراجع في الموضوع ده كتير. حضرتك برضو عندنا اقدم جامعة على مستوى العالم الحضاري، جامعة عين شمس. ويقال ان جامعة عين شمس دي كان سيدنا إدريس بيتعلم فيها. والله مصر جميلة.
عندنا ايه في مصر تاني؟ عندنا حاجات كتيرة قوي 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 قوي. مصر فيها اكبر متحف اسلامي، اللي هو ايه يا عم؟ اللي هو متحف الفن الاسلامي. وحضرتك تقدر تشوف في المتحف ده قد ايه تطور الفن الاسلامي، من بقى نوافير لارابيسك لمنابر لشغل كتير قوي. وتشوف قد ايه ان الفن الاسلامي كان فن عظيم. نرجع مرجوعنا لأقدم دير على مستوى العالم، دير سانت كاترين اللي هو موجود في سينا. وعندنا جنب دير سانت كاترين جبل مشهور جدا اللي هو برضه بيطلقوا عليه جبل القديسة كاترين. ولو في العالم الإسلامي والمسلمين تعرف الجبل ده باسم ايه؟ جبل موسى أو جبل سيدنا موسى. الجبل ده ايه حكايته يا عم؟ الجبل ده جبل التجلي. ربنا سبحانه وتعالى تجلى بنوره على سيدنا موسى بعد إلحاح سيدنا موسى على ربنا عشان يشوفه. ربنا قال له لو جبل يقدر على نوري فانت هتشوفني. بس من شدة نور ربنا سبحانه وتعالى الجبل ما قدرش يصمد مكانه، الجبل اتدك في الارض. وطبعا سيدنا موسى ما قدرش فخر في الارض. ايه تاني يا عمنا في مصر؟ مصر فيها يا سيدي اكبر متحف مفتوح تحت الميه. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ حضرتك لو رحت اسكندريه تقدر تشوف وتعمل بقى غطسه كده جميله مع دايفنج محترم، تقدر تشوف اثار مصر الغرقانه، مدينه سونيس الغارقه. وطبعا العالم كله يشهد بجمال الاثار الغرقانه في المنطقه دي. عندنا ايه تاني يا عم؟ عندنا اكبر متحف مفتوح على مستوى العالم. تقدر تسألني ايه هو؟ احب اقول لك بكل بساطة وبكل لطافة اللي هو معبد الكرنك. وطبعا بعد ما افتتحنا طريق الكباش 2022 احب اقول لحضرتك لو ما رحتش معبد الكرنك ففاتك كتير. قد ايه اجدادنا الفراعنة عاملين حضارة عظيمة. فعلا فعلا مكان يحتاج حضرتك تزوره. وحضرتك لما تروح هناك هتعرف قد ايه ان الفراعنة دول ما كانوش ناس كده وخلاص، ولا بقى كائنات فضائية، ولا اخواتنا البعدة. لا لا لا، كانوا ناس بتحب بلدها وعاوزين يوصلوا ببلدهم لأحسن مكان. عندنا ايه تاني في مصر يا عم؟ مصر فيها اهم ميدان من 16 ميدان على مستوى العالم، اللي هو ايه يا عم؟ ميدان التحرير. مصر فيها ايه تاني يا سيدي؟ مصر فيها اشهر بحيرة على مستوى العالم، وتعتبر البحيرة دي فريدة من نوعها. ليه يا عم؟ احب اقول لكم ان البحيرة دي على مدار اليوم كل ساعة لونها بيتغير. اللي هي ايه يا سيدي؟ اللي هي البحيرة المسحورة. فين البحيرة المسحورة دي؟ في محافظة الفيوم. حضرتك تقدر تنزل محافظة الفيوم وتقدر تشوف قد ايه الجمال وقد ايه ابداع الخالق سبحانه وتعالى. عندنا ايه يا عم كمان في المنطقة دي؟ عندنا محمية طبيعية اللي هي محمية وادي الريان. حضرتك تقدر تروح هناك تتفرج قد ايه جمال الغزلان وجمال الطبيعة وقد ايه جمال الشلالات هناك. ولو حضرتك مهتم بالجيولوجيا هتقدر هناك تشوف وادي البطيخ. ايه وادي البطيخ ده؟ لقوا تكوينات صخرية شكلها شكل البطيخ. سبحانك يا رب. التكوينات الصخرية دي كل طبقة بتحكي حدوتة بسيطة كده عن تاريخ الأرض. قال لك مصر فيها أهم حمام سباحة طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى خالق حمام سباحة جميل جدا جدا جدا، لا فعل بقى إنسان ولا تدخل أي بشر، ده بفعل ربنا سبحانه وتعالى. اللي هو إيه يا سيدي؟ اللي هو وادي الوشوش. إيه تاني يا سيدي؟ عندنا أجمل صحراء على مستوى العالم اللي هي الصحراء البيضاء. تبص على الأرض تلاقيها بيضاء. سبحانك يا رب. مصر فيها كمان وادي اسمه وادي الحيتان. فين وادي الحيتان ده؟ وادي الحيتان ده في محمية وادي الريان. بيقول لك بقى حكاية وادي الحيتان دي لو انت ما تعرفهاش انا اقولها لك. قال لك الحيتان الموجودة هناك دي حيتان فريدة من نوعها. ليه يا عم؟ قال لك اثبتوا ان الحيتان دي ايدين. سبحانك يا رب.
قال لك النوع ده هو الوحيد على مستوى العالم اللي موجود، اللي هو عندنا في مصر. طبعا وادي الريان او محمية وادي الريان ده جزء من محافظة الفيوم. الفيوم فيها اثار كتير جدا محدش يعرف عنها. بيقول لك سبحانك يا رب، الحيتان هياكلها العظمية محفوظة لحد النهاردة، وكل الحيتان كل 5 حيتان او 6 حيتان عاملين مع بعض شكل قرص الشمس، فسموها بقى ايه؟ حيتان قرص الشمس. او كان عندهم نظرية تانية، قالوا ان الحيتان دي كانوا بيتصارعوا على اخر نقطة ماء. المهم احب اقول لك سبحانك يا رب، المكان جميل جدا جدا جدا. اتمنى لكم حياة سعيدة، واتمنى مصر تفضل زي ما هي مصر، وربنا يحميها ويحرسها من كل شر. اوعى تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وحضرتك تعمل لي لايك وتعمل لي شير، واتمنى من حضرتك كومنت تقول لي فيه رأيك في الحلقة وتساعدني في موضوع الحلقة الجاية. انا محمد، السلام عليكم.